التضخم في مصر كسر حاجز ال40%. ده معناه إنك لو أنت بتستثمر فلوسك في أي استثمار أو أي شغل بتعمله، لو دخّل لك أقل من الرقم ده، أقل من 40% مكسب، فأنت حضرتك حرفيًا بتخسر. لو اشتريت شهادات استثمار في البنك أقل من 40% فمعناها إن أنت بتخسر الفرق ده اللي بين الفايدة وبين معدل التضخم. يعني لو أنت بتكسب 40% بس، يبقى أنت كده ما بتكسبش حاجة، أنت يعتبر بتحافظ على قيمة فلوسك بس. يعني عشان تكسب لازم بقى تكون أنت بتحقق أرباح من ورا المشروع أو الاستثمار بتاعك ده 60% 70%، والفرق بين المبلغ ده وال40% اللي هي التضخم هو ده مكسبك. لو أنت بقى بتحط فلوس في البنك بفايدة أقل من ال40% فأنت بتخسر قيمة فلوسك.